الصورة الذاتية بتتكون من 3 حاجات واضحين. المعلومات الأساسية عن نفسي زي ما قلنا، تعليمي إيه، شعبي إيه، هويتي إيه، انتماءاتي إيه، شكلي، صحتي، لوني، جمالي، درجة وسامتي، ثقافتي، أسلوبي في التعبير عن الحياة. في معلومات أساسية. افتراضات اللي أنا بفترضها. الإنسان عشان يبقى صالح مفروض وحط افتراضات بتاعتي، فالافتراضات بحاسب نفسي عليها وبحاسب صورتي عليها. لو الافتراضات دي مش مظبوطة هتديني صورة سلبية. لما أقول مفروض أرضي كل الناس ومحدش يزعل مني، هو ده واقعي؟ هو ربنا يسوع المسيح كان يرضي كل الناس؟ مفروض ما اغلطش وامشي صح على طول. هو في انسان معصوم؟ هو الرسل والقديسين والانبياء كانوا معصومين؟ هو كان مفروض ما يغلطوش خالص؟ هو مفروض، بس مش هنقدر. كمان الاحاسيس والمشاعر، لما ابقى قلق وخايف ومكتئب ومرتعب، دي بتديني صوره ان انا ضعيف وان انا عاجز وان انا مش هقدر، وتخليني ممكن اكثر هروبا واكثر انسحابا. فالثلاث حاجات دول بيكونوا الصوره الذاتيه: المعلومات الاساسيه، الافتراضات العقليه والذهنيه بتاعتي، الاحاسيس والمشاعر. لما يتفاعلوا مع بعض، لو دول ايجابيين هيدوني صوره ايجابيه تخليني إنسان فعال. لو كانوا دول سلبيين هيدونا صورة سلبية تخليني انسحابي وانهزامي وهروبي وغير مبادر وغير واثق في نفسي، وحاجات كتير كان ينفع أعملها أقول أنا ما أقدرش، مش هعملها. صورتي عن نفسي إن أنا ما أقدرش خلتني أحقق عدم القدرة. اعتقادي في إن أنا هفشل خلاني أحقق الفشل. اعتقاد إن أنا ما أقدرش أشيل مسؤولية خلاني أتنازل أو أدي المسؤولية الآخر أو أرفض تحملها، في حين قدراتي الكامنة فيا اللي ربنا أودعها فيا كان ينفع تقدر وكان ينفع أعمل، بس صورتي عن نفسي خلتني إيه؟ أقول لا. وكتير قوي في الكتاب المقدس ربنا وعدهم. ناس قالوا إحنا رحنا تجسسنا أرض كنعان، شفنا الناس عمالقة وطوال، بس نحن قادرون على نصعد ونمتلكها. 2 بس. والباقيين قالوا كنا كالجراد في أعين أنفسنا وهكذا في أعينهم. ربما حد سخر من منظرهم وقصر قامتهم بالنسبة للعماليق، والتانيين جامدين قوي في الجسد، لكن كالب ويشوع كان عندهم ثقة في نفسهم وفي قوة الله معهم، احنا نقدر نمتلكها. أما ال10 جواسيس الباقيين قالوا ما نقدرش. ليه؟ صورة ذاتية. فربنا يوعد ويقول لك يا جبار البأس، تقول له ولا جبار بأس ولا حاجة خالص، أنا مش جبار بأس، أنا عيلتي صغيرة، لأن جبار البأس المفروض يكون من عيلة كبيرة. افتراض ذهني. سبط عملاق زي يهوذا مثلا، يعني على الأقل يبقى عمدة يهوذا أو رئيس السبط، ده يبقى الجبار البأس، يبقى سبط كبير وهو مكانته كبيرة جوه السبط، من العرفاء بتوع الشعب والشيوخ الكبار. افتراضه الذهني عن جبار البأس اختلف مع افتراض الله. لا يا جدعون، أنا بدور على حد يكون قلبه فيه إيمان وفيه ميل لخدمة الآخرين ورحمة. ده بالنسبة لي أنا جبار بأس، بس يا رب أنا بالنسبة لي جبار البأس عندي صورة مختلفة، عندي افتراض مختلف عنه. عشان كده فرضيته الجبار البأس خليته يرفض فرضية الله إنه بيبحث عن الإيمان والطاعة اللي لقاهم في جدعون ما لقاهمش في جبابرة البأس اللي في شعب إسرائيل. وهكذا إحنا كل يوم على فكرة بنمارس ده بلا وعي.